حاجات اساسيه هتلاقيها في اي فطار مصري: فول، طعميه، بطاطس. عشان كده لما بحب افطر بره بيهمني القعده والمكان الاول، وبعد كده اكيد الاكل نفسه. كنت سالتكم قبل كده بعد فيديو التجمع عن اماكن للفطار هناك لاني ما جربتش كتير. فالنهارده هجرب مكان اسمه فطار وعشاء، هو نص المنيو عنده فطار ونصه عشاء. رحت الاول فرع مدينه نصر بس ما عرفناش نقعد من القطط الكتير هناك، فرجعت التجمع عشان عرفت انه لسه فاتح فرع جديد في مجمع البنوك. القعده هناك اروق بكتير، خصوصا الجمعه الصبح، عنده قعده جوه بس بره احلى، والمنيو QR كود. فطلبت كام حاجه كده، فخلينا نبدا. اول حاجه فول بالسمنه، كل الاكل نزل سخن، حجم الطبق حلو، وعجبني قوي ان الفول هناك حب كامل مش مضروب خلاط. انا بحبه كده شويه، بحس بطعم الفول نفسه. كان مرشوش عليه تحويجه كده حادقه شويه بس طعمها حلو. اي نعم طعم السمن ما كانش باين فيه قوي، بس بجد الفول تحسه نضيف وبيتي. حلو قوي الفول ان هو حب مش مفروم خالص كده. جربت كمان طبق فول بالخلطه، ده كان مخلوط نص خلطه كده، وكان عليه طحينه كتير وليمون. يمكن طعم الطحينه كان باين قوي فيه، فهو كان حلو، محتاج له رشه ملح بسيطه، بس انا حبيت اللي بالسمنه اكتر بصراحه. طعم الطحينه اكتر حاجه باينه فيه. وعنده انواع كتير من الفول بس دول اللي انا جربتهم. جربت بعد كده بطاطس محمره، كانت لسه سخنه وطالعه من الطاسه، وحلوه قوي انها مش شاربه زيت وحجمها حلو. حلو البطاطس يعني كريسبي وعليها بهارات كده طعمها حلو. بهاراتها كمان كويسة فلا تعليق عليها بصراحة، كمان حجم الطبق كان حلو، كنقنقة كده جنب الأكل. ندخل بعد كده على الطعمية. الطبق فيه طعميتين اتنين بس حجمهم بصراحة كان كبير جدا، يعني قد كف إيدك تقريبا، بس أنت لوحدك اتنين حلوين. الطعمية كانت سخنة ولازم تبقى سخنة، عليها سمسم، وطعمها فعلا كان حلو جدا، مش شاربة زيت ومقرمشة وسخنة وبسمسم ومستوية حلو قوي من جوه. حلو قوي من جوه يعني مستويه حلوه قوي. تقريبا الطعمية من أحلى الحاجات اللي عجبتني هناك. معرفش عشان رايح بدري يوم الجمعة فالدنيا كانت متظبطة في موضوع الزيت ده، بس فعلا حلو قوي. كان عندهم برضو طعمية كيري في المنيو، بس قال لي ما بقاش عندنا كيري، وكمان نوع المية اللي مستخدمينه اسم لافي مصري 100%. الدنيا عندهم أفعال مش كلام وخلاص. بيعمل لك كمان كل أنواع البيض. أنا طلبت واحدة بيض بسطرمة وواحدة بيض خضار. مكتوب في المنيو فوق إنهم بيضتين لكل طبق. بدأت بالبسطرمة، متوزعة حلو وكميتها حلوة في الطبق، هي ما فيهاش افتكاسات كتير، يعني مش حاطط بهارات أو حاجة، بس طعمها حلو. موضوع البيضتين ده بيخليها مليانة وأنت بتاكل. طعم البسطرمه نفسه حلو وما فيهوش توم كتير، فنوعها نفسه نضيف. ندخل على اللي بالخضار، فيها بصل وفلفل وطماطم، كانت حلوه، بس انا عجبني بصراحه اللي بالبسطرمه اكتر. وبيتهيألي الخضار لو اتحط عليها مشروم فريش او مشروم عامه هتبقى احلى بكتير. عندهم كمان بيض مسلوق وعندهم بيض مدحرج، لو رحت تاني ناوي اجربه ان شاء الله. اخر حاجه بقى طبق جبنه بالطماطم، هي جبنه فيتا تقريبا، كريمي قوي، متقطع فيها طماطم قطع صغيره قوي وخيار برضه، بس هما مش كاتبين، معرفش ليه. هو طعم الجبنه نفسه كان حلو ودسم. الطماطم في الطبق ده لما بتتقطع اكبر واسقع بتبقى احلى، بس عامه هو طبق جانبي مع الاكل بتخمسوا فيه. هي الجبنه طعمها حلو وغنيه قوي كده. المكان عنده منيو تاني عشاء، كبده وسجق وطاسات، بس انا جربت الفطار النهارده. ملخصا بقى للمكان، المكان قعدته حلوه جدا، مكان روقان، معامله الناس اللي هناك محترمه جدا، خصوصا فرع التجمع الجديد، ديكورات هاديه، فمكان ارشحه لك للفطار بالذات، هتتبسط فيه. سيب لك اسعار كل حاجه تحت في الكومنتات، وده الريسيت برضو بتاع الاسعار، عشان كل ده مجرد راي شخصي مش اكتر. فلو حد كان جرب المكان ده يا ريت يشاركنا رايه في الكومنتات. شكرا جدا ليكم، سلام.